السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ياسين العدني، حياكم الله. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يبارك فيكم، حياكم الله. حياكم الله شيخنا. شيخنا ممكن نقدم لكم بمقدمة ثم نبدأ إن شاء الله. بس مقدمة مختصرة وما في داعي لأشياء زائدة. نعم شيخنا، بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. آمين وإياكم شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة، ليلة الأحد 19 من ربيع الثاني عام 36 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف الشيخ أبي العباس ياسين العدني حفظه الله، ليلقي على مسامعنا كلمة بعنوان التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الأمة، وذلك ضمن اللقاءات السطائفية مع مشايخ الدعوة السلفية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا على بركة الله. نعم شيخنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، وأنعم علينا بهذه الشرائع المطهرة وبهذه الأوامر الشرعية وبهذه الطاعات والأعمال الصالحات التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا موصلا لفاعلها إلى السعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة، والنجاة من المهالك والشرور والبدع والأهواء والضلالات والفتن والمخالفات والشرك والكفر في الدنيا، ونجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى وناره في الآخرة. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين وعلى هذا الإسلام. ألا وإن من نعم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن سهل لنا السبل والطرق الموضحة لهذا الدين ولهذه الشرائع الربانية والأوامر النبوية، بأن جعل ربنا سبحانه وتعالى لنا هذه الطرق والسبل الموصلة
ألا وإن من هذه السبل والطرق هي كتابه سبحانه وتعالى القرآن الذي أنزله على نبي هذه الأمة ليبلغه ويدعو الناس إليه. ثم أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بطريق آخر، ألا وهي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شارحة ومبينة ومفصلة للقرآن، وفيها من الأحكام العظيمة. ثم زاد ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بنعمة ثالثة، أن جعل لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورثة ينشرون سنته وأقواله وأعماله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي الطرق الثلاث المعرفة والموصلة للناس لمعرفة شرائع الإسلام وتفاصيل الإسلام: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك منهج السلف الصالح واتباع العلماء. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الطرق الثلاث في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وهو طاعة ربنا سبحانه وتعالى بما أمر في كتابه، وأطيعوا الرسول طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه في حياته وامتثال أوامره وفعل سنته صلى الله عليه وسلم بعد موته. وأولي الأمر منكم، على قول بعض أهل العلم أن المراد بهم هم العلماء، وإن كان المراد بأولي الأمر السلاطين والأمراء فإنه سبحانه وتعالى إذا أمرنا بطاعة هؤلاء فمن باب الأولى طاعة العلماء، حملت القرآن وحملت سنة نبي الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاء في السنن وغيرها من حديث العرباض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها ذكر هذه الأصول الثلاثة: القرآن والسنة وكذلك السير على منهج سلف الأمة. وحديثنا في هذه الليلة نذكر شيئا من ثمرات وفوائد ومنافع من اعتصم وتمسك
بالكتاب والسنة، وكذلك بمنهج سلف هذه الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الخير وجعل السعادة والأمن والأمان، وجعل لنا المنافع والمصالح، وجعل لنا البركات والغنى والعزة والملك من ثمرات اتباع الكتاب والسنة والاقتفاء وراء منهج سلف الأمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أضاء لهذه الأمة الطريق الموصل إلى الهدى وإلى الخير والسعادة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهو القرآن. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى الثمرات المترتبة والعواقب الحميدة المترتبة على من سلك سبيل السنة والقرآن، فقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فانظر أيها المسلم إلى هذه المنافع العديدة والمصالح النفيسة التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى لمن سلك سبيل القرآن والسنة النبوية وعمل بأوامرهما وامتثل كذلك لربه وامتثل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك المخالفات والمنهيات والزواجر. فقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: ليستخلفنهم في الأرض. وقال سبحانه: وليمكنن لهم دينهم. وقال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذه منافع يبحث عنها الناس ويرغبون في الحصول عليها ويطلبونها ليل نهار، ولكنهم يسلكون السبل والطرق المعوجة التي تؤدي بهم والعياذ بالله إلى الهلاك وإلى المخاوف وإلى كل شر وضيق. وتناسوا أو تغافلوا عن الطريق الموصل إلى الخير والسعادة، فيذهبون شمالا ويمينا ويذهبون يسلكون سبل الشيطان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن سلك سبيل القرآن كان هو أقوم، أي أحسن وأفضل من سائر الناس في العقائد والأعمال والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوكيات. فمن اهتدى بما في القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم. وهذا كقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فجعل الله سبحانه وتعالى الشفاء في هذا القرآن، الشفاء من الشبه، والشفاء من الجهالة، ومن الآراء الفاسدة والانحرافات السيئة، وكذلك شفاء من آلام الأبدان وأسقامها وأمراضها. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا الآية السابقة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم وتمسكتم وعملتم به كتاب الله. وكتاب الله سبحانه وتعالى من أخذ به وعمل به فإنه يوجب عليه أن يطيع الرسول، ويوجب عليه أن يسير على منهج السلف الصالح، ومن جاء بعدهم وتمسك بمنهج هؤلاء. إلى غير ذلك أيها المسلمون من الثمرات والمنافع لمن اعتصم وتمسك بالكتاب والسنة، وهي كثيرة. وأما الثمرات المترتبة لمن اعتصم وتمسك بمنهج سلف الأمة فهي كثيرة كذلك وعظيمة. وقبل ذلك لنعلم أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بعلماء، وليس هذا لهذه الأمة بل وكذلك للأمم السابقة، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. جاء في الصحيح عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال البخاري في صحيحه عند هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي، قال وهم أهل العلم. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل لأمة محمد سلة مباركة يتتبعون آثار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة وآثار أئمة الهدى والخير، ويعلمون الناس هذه الطرق وهذه السبل التي أخذوها عن هذه السلة المباركة. إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. فمن هذه الثمرات لمن سلك سبيل واقتفى أثر السلف الصالح ما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيا لها من ثمرات ويا لها من منافع ومصالح تكون لهذه الأمة إن اتبعت سبيل المهاجرين والأنصار.
وسبيل الذين اتبعوهم بإحسان. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم، لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أكابرهم. لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أكابرهم، فإذا جاءهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. فانظر أيها المسلم وتدبر هذا الأمر العظيم، أن نقتفي وراء آثار أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك نتتبع آثار أكابر العلماء. ومن هم أكابر العلماء؟ هم أهل الرسوخ، وهم أهل الاطلاع والمعرفة بدين الله سبحانه وتعالى، بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أهل الاستنباط والاجتهاد والفهم والمعرفة، الذين يخرجون من اتبعهم من الظلمات إلى الهدى ومن الجهالات إلى العلوم ومن المضائق إلى الفرح والسرور إلى غير ذلك. وانظروا ما قص الله سبحانه وتعالى علينا في شأن قارون من أجل أن نعرف الثمرة العظيمة التي تترتب على القوم المتبعين للعلماء. فالله سبحانه وتعالى قص لنا في كتابه عن قارون وما أعطاه من الدنيا وزينتها وكنوزها وأموالها وقصورها، وذكر سبحانه وتعالى عن أولئك القوم الذين اغتروا بظواهر هذه الزينة ورغبوا فيها وأحبوها وظنوا أن هذه السعادة وهذا هو الفلاح. فقال سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. انظر كيف يحذرون. هؤلاء هم العلماء النصحة الذين لا يتركون ضلالة إلا بينوها للناس وحذروهم منها، ولا يتركون خيرا إلا بينوه للناس وأمروهم أن يأخذوا به. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ويلكم تحذير من هذا الشر ومن هذا الضلال. ثواب الله خير، ترغيب بالخير وبالثواب وبالطريق الذي يرتضيها ربنا سبحانه وتعالى. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تداركتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا لكانوا من الهلكة مع قارون. فانظر أيها المسلم ما أعظمها من ثمرة وما أعظمها من عاقبة طيبة حسنة بأن يسلك الناس وراء أكابر أهل العلم الذين هم مجربون، الذين كثر صوابهم وقل خطأهم. لسنا أيها المسلمون ما يعتقده الرافضة في أئمتهم وعلمائهم من العصمة كما يزعم بعض أهل الجهل، ولكن اتباعنا لعلمائنا إنما هو لمعرفتهم واطلاعهم، وكذلك لسعة علمهم وفهمهم واستنباطهم، فهم مجربون كثر خيرهم وصوابهم وقل خطأهم. وكذلك
من أجل أن نعلم ثمرة من اتبع العلماء وسلك سبيل أكابرهم. لا يخفى عليكم أيها الإخوة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في ذلكم الرجل الذي قتل 100 نفس ثم انطلق يبحث عن عالم من أجل أن يخرجه من هذا الضيق وهذا النكد وهذا الظلم وهذا الجهل، فوفقه الله سبحانه وتعالى بعالم وأمره أن ينطلق إلى أرض فيها أناس يعبدون الله، أناس صالحون يعبدون الله سبحانه وتعالى، فأمره أن ينطلق إلى تلكم الأرض وأن يعبد الله سبحانه وتعالى معهم، وقال له ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فلما استمع لكلام هذا العالم ولنصحه وسلك أوامره فإن الله سبحانه وتعالى جعل له ماذا؟ جعل له الخير وجعل له العاقبة الطيبة كما تعلمون. فالعلماء أيها الإخوة، العلماء الذين هم أكابر العلماء الذين جعل الله سبحانه وتعالى على أيديهم من الهدى والخير والخروج من الضلالات والبدع والمخالفات، هم هؤلاء أكابر القوم وأكابر العلم وأهل العلم. هذا يوسف ابن أصباط رحمه الله قال كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان. انظر ماذا يعمل العلماء، كيف ينقذون الناس من الضلالات والبدع والفرق المنحرفة ويخرجونهم من هذه الظلمات إلى أنوار السنة وأنوار القرآن. وهذا ابن وهب عبد الله يقول لولا مالك ابن أنس لضللت عن الطريق، لولا مالك ابن أنس لضللت عن الطريق. فجعل الله سبحانه وتعالى على أيدي أكابر علماء هذه الأمة من الخير والبركات. فعلينا أيها المسلمون أن نعرف وأن نقتدي، أن نعرف آثارهم وأن نقتدي بهم. وعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا في زمن مع ما فيه من الضلالات والجهالات ومن كذلك علماء السوء، إلا أن الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله أن جعل لنا علماء أكابر يرشدوننا ويعلموننا، فنحن في نعمة عظيمة. فإن ذهاب العلماء ذهاب للدين والعياذ بالله. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. انظر إلى هذا الزمن لتعلم نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. فيجرون أهل البدع، يجرون الناس إلى بدعهم وضلالاتهم وجهالاتهم وحماقاتهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان عند أن كان يسأله عن الشر وعن الخير، فسأله فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الخير والبركة بعلمائنا الأكابر، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه. بهذا أيها المسلمون نعلم بأن ذهابهم ذهاب للدين. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. من الذي يقول الله الله؟ من الذي يقوم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ويعلم ويرشد الناس وينصح للناس؟ إنهم العلماء.
فإذا ذهب من يقول الله الله قامت الساعة، فبهذا القدر نعلم، وإلا فالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام كذلك علمائنا كثير. لكن لا بد أن نعلم أيها المسلمون أن علماءنا في هذا الزمان سواء الأحياء أو الأموات على مقدمتهم الشيخ العلامة ابن باز، وكذلك الشيخ الألباني، وكذلك الشيخ بن عثيمين، والشيخ مقبر، وكذلك الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، ومحمد بن أمان الجامي، وغير هؤلاء الذين نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم. وهكذا الأحياء كالشيخ ربيع حامل لواء الجرح والتعديل، وكذلك الشيخ عبيد، والشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان، والشيخ اللحيدان، وغير هؤلاء من العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل النجاة، وأن يجعلنا نقتفي وراء علمائنا النصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وأصحابه الأطهار الميامين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم وفي علمكم وأحسن إليكم. آمين. الله يبارك فيكم وسلم على إخواننا وعلى المشايخ عندكم إن شاء الله. شيخنا عندنا بعض الأسئلة لو سمحتم. الله يبارك فيك. الأسئلة إلى العلماء، نحن نصحنا العلماء. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. الله يحييك. آمين وإياكم. الإخوة يبلغونك السلام شيخنا. نعم، الإخوة يبلغونك السلام. وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم، حياكم الله. آمين وإياكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تسمحون بنشر الكلمة؟